تصور معايا المدينة كلها بيضاء، طرق مسدودة والسيارات متوقفة وكل خطوة فيها خطر. هذا ماشي غير شتا عادي، هذه عاصفة خرجت على السيطرة واللي غادي تبدل حياة الملايين. نهار 22 يناير 2026 بدات عاصفة قطبية خطيرة سميتها فيرون، تاحت أكثر من نصف الولايات المتحدة من تكساس في الجنوب حتى ولاية مين في الشمال، وأثرت على ثلثي سكان البلاد تقريبا. هاد العاصفة وصفت بالتاريخية حيث ما كانش بحالها من قبل، والبرد كان شديد بزاف كيوصل حتى لناقص 45 درجة تحت الصفر في بعض المناطق الداخلية. السبب كان اندفاع ديال دوامة قطبية جاية من القطب الشمالي، جابت معها ثلوج كثيفة ورياح قوية بزاف. الأشجار تكسرت، خطوط الكهرباء طاحت، ونحو مليون شخص تضرر من انقطاع الكهرباء خصوصا في الولايات الجنوبيه بحال تكساس، ميسيسيبي ولويزيانا. الطرق ولات زلقه بزاف وحوادث الانزلاق تزادت بشكل كبير. للاسف العاصفه خلت على الاقل 10 الاشخاص يموتوا بسبب البرد والحوادث في الطرقات، على في الرحلات الجويه توقفت او تلغات، والمدن عاشت حاله شلل شبه كامل، والمدارس والمؤسسات الحكوميه وقفوا الخدمه. الناس ولات محاصره في الديور والكل كيتساءل كيفاش غادي يعيش هاد الايام. قبل ما توصل العاصفه الناس مشاو للمتاجر يخزنوا الماكله والماء، الرفوف ولات خاويه، كلشي خايف من تجمد الانابيب وانقطاع المياه. المواد الاساسيه بحال الخبز، الحليب والقطنيات كانت كتباع بسرعه باش الناس يقدروا يسيروا حياتهم داخل الديار ديالهم. الخوف كان كبير من استمرار العاصفه واي تحركات في الطرق الزلقه. في نيويورك وبالضبط في بروكلين الثلج غطى كلشي والرؤيه كانت ضعيفه بزاف، الشوارع الجانبيه غارقه في الثلج وما فيها حتى روح. الفرق الطبيه، الشرطه وعمال النظافه بقاو خدامين رغم الخطر والبرد القارس. هادشي كيوري التضامن ديال الناس في هاد الظروف الصعبه. عاصفه فيرون ما كانش غير ثلج وبرد، كانت اختبار لقدره الانسان في مواجهه الطبيعه، وخلى وراهم سؤال كبير: واش هادشي اللي شفناه اليوم مجرد استثناء ولا البدايه ديال احداث اصعب؟